كلنا بندور على حاجة واحدة بس، إننا نبقى سعداء. وبعد تفكير وتحليل طويل، قناة حكايات وبنعيش جواها ووصلت للروجيتا السحرية إننا طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا يقين وأمل إن أحلى حب في حياتنا لسه ما عشناهوش، أحلى طعم لسه ما دقناهوش، أحلى مكان لسه ما رحناهوش، أحلى كلام لسه ما قلناهوش، وأحلى يوم لسه ما عشناهوش. لازم يفضل جوانا أمل ويقين، ونفضل مستنيين الحاجة الحلوة الجاية، وهتيجي بإذن الله. القناة دي اتعملت عشان تكون مكان الأمان والصدق لكل واحد فينا، مكان تحكي فيه وتسمع فيه قصص تمس قلبك وتديلك أمل جديد في الحياة. لو عندك قصة نفسك تحكيها وتبقى أنت بطل الحكاية، ابعتها لينا واحنا هنحكيها للناس ونشوف رأيهم في التعليقات. تقدر تتواصل معانا على جروب الواتساب. ويلا بينا نبدأ ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوف أحداث قصتنا اللي جاية هتاخدنا لحد فين. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. في ليلة شتا شديدة البرودة قفل كارم المحل بتاعه بسبب الجو وجري على بيته بأقصى سرعة. وأول لما وصل للدور الرابع اللي فيه شقته اتفاجئ بوجود طفل صغير قاعد على السلم قدام باب الشقة وبيبكي وبيترعش من البرد. قرب كارم من الطفل وهو مستغرب من وجوده وحيد في الجو ده والوقت المتأخر. حاول يكلمه يستفسر منه عن أي حاجة، بس للأسف الطفل ما كانش فاهم حاجة ومش عارف يعبر عن حالته غير بالبكا. أخده ودخل شقته، وأول لما دخل نادى على إلهام مراته وقال لها: يا إلهام، يا إلهام، انت فين؟ جت إلهام جري وفي إيديها فوط المطبخ وقالت: في إيه يا كارم؟ بتزعق ليه كده؟ بصت على الطفل وقالت وهي مستغربة: مين ده يا كارم؟ ابن مين ده؟ معرفش ابن مين، خديه بسرعة غيري له هدومه المبلولة دي قبل ما يتعب، ده بيترعش جامد من كتر البرد. إلهام أخدت الولد من كارم وهي مش فاهمة حاجة، غيرت له ولبسته من لبس سلمى بنتها الصغيرة، وبعد كده طلعت بيه بره في الصالة لكارم ولحمتها وقالت لهم: أديني أهو غيرت له، ممكن أعرف مين الولد ده وجبته منين؟ معرفش ابن مين، أنا لقيته قاعد على السلم وبيعيط جامد. أم كارم أخدته منه وقالت: يا كبدي يا ابني، الواد فالق نفسه من العياط، يا ترى أهله فين وإيه اللي جابه هنا؟ إلهام اتعصبت وقالت: نعم يا أخويا، إزاي يعني لقيته على السلم؟ هو في حد هينسى ابنه على السلم؟ كارم زعق لها وقال: اتكلمي بأدب يا إلهام، وأنا يعني هكدب عليكي ليه؟ إحنا نخليه عندنا لغاية الصبح يمكن أهله يسألوا عليه، ولو محدش سأل هبقى إن شاء الله ساعتها اتصرف. أهم حاجة اغسلي له هدومه ونشفيها عشان أنزل بيه بكرة الصبح بدري. دخلت إلهام وهي متغاظة من كارم ومن تفكيره. سبحان الله، لبس سلمى مقاسه بالظبط، شكله كده في نفس سنها. ردت عليه أمه وقالت له: أيوة فعلا شكله عنده سنتين زيها، بس سلمى بتعرف تتكلم، إنما الواد من ساعة ما جه ما نطقش بأي كلمة. رد عليها وقال لها: فعلا يا أمي شكله عنده مشكلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرده لأهله، ده تلاقيهم قلبين الدنيا عليه. بس سبحان الله يا كارم، الواد عينه نفس لون عينك بالظبط. قرب كارم من الولد وقال: تصدقي صح يا أمي، سبحان الله، ده بناتي عينيهم مش كده. وفجأة سمعوا صوت إلهام وهي بتصرخ وجاية جري من جوه وبتقول: بتكذب عليا يا كارم وتقول لي لقيته على السلم وهو ابنك؟ كارم ما كانش فاهم حاجة من كلامها. رد عليها وقال لها: انتي بتقولي ايه يا ولية انتي؟ ابن مين وكدب ايه؟ ام كارم كانت قاعدة مصدومة بتسمع كلامهم وبس. إلهام قالت لكارم بسخرية وهي اهو يا حبيبي، شوف الورق اللي لقيته في هدومه، شهادة ميلاد باسم أنس كارم إبراهيم الكيلاني، اسمك ده ولا مش اسمك؟ وفعلا لقى كلام إلهام صح ومظبوط، شهادة الميلاد بتقول إن الولد ابنه. كان هيتجنن، ازاي ده يحصل؟
ده أول مرة يشوف الولد دلوقتي. بص على إلهام وعلى أمه وقال: والله ما أعرف حاجة عن الشهادة دي، والولد أول مرة أشوفه دلوقتي على السلم والله. والجواب اللي مع الشهادة يا بيه ده برضه ما تعرفش عنه حاجة؟ كريم فعلا كان ماسك ورقة تانية في ايده مع الشهادة، بس من صدمته ما فتحهاش. فتحها بسرعة واتصدم لما قرأ المكتوب فيها: عزيزي كريم، أسفة جدا على المفاجأة دي، ما كنتش ناوية أبدا أعكر جو عيلتك المستقر، بس للأسف الولد بيكبر ومصاريفه ومسؤولياته بتزيد. كفاية عليا كده، واتحمل انت بقى، وانا هبقى اطمن عليك وعليه من بعيد لبعيد. كريم ما كانش قادر يسند طوله، مش مصدق الكلام اللي بيقراه ده. هو متأكد انه ملوش اي علاقة بالولد ده نهائي. فاق على صوت امه وهي بتقول بصوت مخضوض: قول لي يا ابني، الورقة اللي في ايدك دي فيها ايه؟ فهموني ايه اللي بيحصل ده. ردت إلهام باندفاع وقالت: هيقولك ايه بس؟ طبعا مش قادر ينطق نص كلمة. هيقولك انه جواب من عشيقته، والله الله اعلم مراته، وبتأكد ان الولد ابنه. ام كريم اتصدمت وقالت: ايه الكلام ده يا كريم؟ رد يا ابني، قول حاجة. رد كريم بحسرة وقال: والله يا جماعة ما عارف حاجة عن الموضوع ده، صدقيني يا امي، صدقيني يا إلهام. إلهام دمها غلي وكانت عاملة زي البركان. بصت عليهم وقالت: أصدق مين؟ أصدقك أنت وأكدب شهادة الميلاد والجواب وكمان الشبه الواضح اللي بينك وبين الولد؟ كريم رد عليها بعصبية وقال لها: مش ابني، أكيد في حاجة غلط. مفيش غير التحليل اللي هيثبت لنا إذا كان ابنك ولا لأ. إحنا ننزل بكرة من بدري ونعمله ونشوف بعدها بقى إيه اللي هيحصل. كريم وامه بصوا لبعض وبعد كده بصوا لإلهام باستسلام. وتاني يوم فعلا نزلوا معاهم الولد، والكل كان على أعصابه ومتوتر ومحدش بينطق بنص كلمة. عملوا التحليل وعرفوا إن النتيجة هتطلع كمان يومين. وهم طالعين من المعمل إلهام قالت: استنى، احنا مش هنروح البيت. رد عليها وقال لها: أمال هنروح فين؟ هنروح السجل نتأكد من صحة الشهادة دي. كريم حس إنها فكرة كويسة، بس طلب منها الأول يروحوا الولد عشان ما يتبهدلش معاهم. وبالفعل عملوا كده، وبعديها طلعوا على السجل. وهناك اتصدموا أول صدمة لما الموظف أكد لهم إن الشهادة صحيحة وإنها مش مزورة. وقال لهم كمان إن استحالة الطفل يتسجل من غير أب أو أي حد من أهل الأب. إلهام بصت لصابر والدموع في عينيها وقالت له: يعني انت كمان اللي جيت وسجلته بنفسك يا كريم؟ اكيد انت، ما انت ما عندكش اخوات. كريم كان مصدوم من اللي بيحصل له ده. في يوم وليلة حياته اتشقلبت ويا ريته فاهم حاجة. إلهام بصت للموظف وقالت له: طب شوف لنا كده اسم الأم وحاول تجيب لنا مكان سكنها. كتب الموظف الاسم على الكمبيوتر وهو بيقول: أمنية أحمد عبد التواب حسن. أيوة لقيتها والعنوان أهو. كريم وإلهام خرجوا من السجل وراحوا على عنوان اللي الموظف كتبه لهم، ووصلوا عند البيت وفضلوا يخبطوا بكل قوتهم. كانوا حاسين إن اللغز اللي هم فيه حله ورا الباب القديم المتهالك ده، بس للأسف محدش فتح. ما كانوش عارفين يعملوا ايه، يمشوا ولا يسألوا حد من المنطقة. كريم قال: تعالي نسأل أي حد من أهل المنطقة. إلهام بصت حواليها بتوتر وقالت: استنى خلينا نخبط تاني، يمكن حد يفتح. وهم بيخبطوا تاني على الشقة، ظهرت واحدة كانت طالعة على السلم، وقفت قدامهم وقالت: خير، عايزين مين؟ إلهام قالت لها: عايزين واحدة اسمها أمنية ساكنة هنا. الست قالت بحزن: أمنية دي بقالها يجي سنتين ما ظهرتش ولا جت هنا خالص. كريم قال لها: يعني انت شفتيها آخر مرة من سنتين؟ الست بصت لكريم وظهر على وشها الدهشة وقالت: انت أستاذ كريم صح؟ ازيك؟ إلهام وكريم اتفاجئوا من كلامها، بس إلهام ما قدرتش تستحمل وقالت: انت تعرفيه منين يا ست انتي؟ ردت الست بتلقائية: اعرفه من أمنية، كانت دايما بتوريني صورته وتحكي لي عنه. إلهام بصت لكريم بغيظ وبعد كده قالت للست:
كانت بتقولك ايه بقى عنه ان شاء الله؟ الست قالت بمنتهى التلقائية: كانت بتقول إنه جوزها ومسافر. كارم مسك في الست وكان هيموتها في إيده وهو بيقول لها: إيه انتي كدابة، أنا معرفش مين أمنية دي، قولي الحقيقة لحسن أموتك في إيدي. إلهام ما قدرتش تستحمل وجريت. كارم ما كانش عارف يعمل إيه الست هتموت في إيده والناس بدأت تتلم عليهم، وإلهام كمان جريت ومش عارف راحت فين. خاف لحسن تعمل في نفسها حاجة، ساب الست وجري عشان يلحق إلهام. لقاها واقفة على أول الشارع بتشاور للعربيات وحالتها صعبة. أول لما وصلوا البيت إلهام جريت على أوضتها وقفلت على نفسها بالمفتاح. كارم حاول يكلمها بس من غير فايدة، ما كانتش بترد عليه نهائي. أم كارم لما شافت الوضع كده قلقت أكتر وما سابتش كارم غير لما حكالها عن كل اللي حصل معاهم. وهو بيحكي لأمه إلهام طلعت من أوضتها ومعاها شنطة سفر كبيرة وبناتها سلمى ومنة. أم كارم قالت لها: رايحة فين يا إلهام؟ ردت عليها وقالت لها: رايحة عند أخويا، أنا خلاص ماليش عيشة هنا تاني. كارم اتعصب وقال لها: مش هتمشي يا إلهام، انت لازم تصدقيني، ما ينفعش تسيبوني لوحدي، أنا موت من غيركم. ردت عليه وقالت له: همشي يا كارم ومستنية نتيجة التحليل، لو ظهرت براءتك فعلا تعالى خدني أنا والبنات من عند أخويا، ولو العكس ابعتلي ورقتي يا كارم، سلام. مشيت إلهام وبناتها في إيديها، وكارم كان واقف متكتف مش عارف يعمل إيه. بص على الولد لقى نايم على الكنبة، كان عايز يخنقه ويخلص منه، يعني بناته يمشوا قدام عينه وهو اللي يفضل معاه. ما كانش عارف طلع له منين، ازاي؟ يا ريته كان سابه على السلم، لو عرف انه هيخرب حياته كده ما كانش دخله مع البيت، كان راح بيه لأقرب مركز شرطة وخلاص. ووالدته زي ما تكون حست بيه وقرت تفكيره: استغفر ربنا يا كارم يا ابني، دي غمة وهتنزحي حبيبي، ان شاء الله التحليل هينصرك يا ابني والحقيقة هتبان. إلهام وصلت عند بيت أخوها أحمد وهي مرعوبة منه. أحمد أخوها الوحيد طول عمره صعب معاها، بالذات بعد وفاة أمها وأبوها. خبطت على الباب وهي بتترعش من الخوف، حكت لأخوها ولمراته كل اللي حصل معاها، والأول مرة أحمد يتعاطف معاها. رد عليها وقال لها: معقولة كارم يطلع منه كل ده؟ ده أنا هطين عيشته لو الموضوع ده طلع حقيقي. إلهام فضلت تعيط وهي ما بتردش عليه. أحمد كمل كلامه وقال لها: أنا هروح معاه وهو بيجيب التحليل، وليلتك سودا يا كارم لو طلع إيجابي. وبعد ما اليومين عدوا أحمد كلم كارم وراحوا مع بعض عشان يجيبوا نتيجة التحليل. كارم كان متوتر وأعصابه خربانة، وأحمد كان بيبصله نظرة كلها تهديد وبيتوعد له. وأول لما سمعوا نتيجة التحليل الدنيا لفت بيهم. كارم عقله اتشل من الصدمة، وأحمد ما كانش مصدق إن كل ده يطلع من كارم الطيب الغلبان. أحمد ما قدرش يمسك أعصابه أكتر من كده، قرب منه وقال: انسى إلهام يا كارم، ورقتها توصل لها بدل ما وصلك لقبرك. كارم ما كانش قادر يرد، هيقول ايه وهو متأكد ان الولد ده مش ابنه، بس للأسف كل حاجة حواليه بتثبت العكس، حتى نتيجة التحليل طلعت إيجابية. معقولة التحليل هيكذب؟ معقولة أصلا كل اللي بيحصل مع كارم ده؟ أول لما وصل البيت كانت والدته منتظراه على نار. طمني يا كارم يا ابني، نتيجة التحليل ايه؟ رد عليها بكسرة نفس واضحة: الولد طلع ابني يا أمي، نتيجة التحليل إيجابية، طول عمري كنت بتمنى الولد وهو جه الولد، وحياتي انتهت معاه. ابنك ازاي يا ابني؟ والله يا أمي معرف، أنا عمري ما غضبت ربنا لا قبل الجواز ولا بعده، وعمري ما فكرت حتى اتجوز على إلهام، دي حب حياتي، وحتى لو فكرت أجيب منين فلوس ده يا دوب اللي داخل مكفينا بالعافية. ردت أمه عليه وقالت له: مصدقك يا حبيبي، ده انت تربيتي، أكيد في حاجة غلط، الموضوع ده فيه إن غلط ايه بقى؟ ما خلاص حياتي انتهت، يا ريت إلهام تصدقني زيك كده، دي زي ما تكون مستنيالي الغلطة.
هي معذورة برضو يا ابني، أي واحدة مكانها كانت هتعمل كده، لكن أنا أم وعارفة تربيتي كويس. ده أنت عمرك ما شربت السيجارة. كارم ركز بعد آخر جملة قالتها والدته. ده أنت عمرك ما شربت السيجارة. سرح شوية وبعد كده افتكر الليلة إياها اللي اتدبس فيها من 3 سنين تقريبا لما كان مخنوق، وفكر يغير جو ويخرج مع أصحابه، بس للأسف اختياره للصحاب كان غلط. وهو ممدوح جاره من زمان كان فاسد وأخلاقه زي الزفت، وللأسف كانت خروجة فاسدة كلها شرب وستات ومسخرة. ووقتها كارم مرضيش يكمل السهرة دي نهائي، واتخانق مع ممدوح خناقة كبيرة لدرجة انه جاله صداع رهيب. ساعتها ممدوح صاحبه جابله برشامة سحرية للصداع، وفعلا بعد ما أخدها الصداع اختفى تماما. بس في جزء من الليلة دي كارم ما كانش فاكره نهائي. البرشامة دي توهته عن الدنيا تماما لمدة كام ساعة. يا ترى ايه اللي حصل في الساعات دي؟ معقولة الطفل ده نتيجة أول غلطة غير مقصودة ليه؟ كارم ساب والدته ونزل جري من البيت، راح لممدوح اللي بيته في نفس المنطقة، ووصل عنده شقته وهو بيلهث من كتر الجري. خبط على الباب بكل قوته لدرجة ان الباب كان هيتكسر في ايده. ممدوح فتح الباب وهو بيزعق وبيقول: مين اللي بيخبط كده؟ كارم؟ خير يا كارم، في ايه؟ كارم قال لممدوح وهو مش قادر ياخد نفسه: ممدوح، انا عايزك في موضوع مهم، حياة او موت. ممدوح استغرب من شكل كارم وقال له بسرعة: اتفضل يا كارم، تعال ادخل. كارم دخل مع ممدوح، وبعد ما قعد واخد نفسه قال له: فاكر من 3 سنين تقريبا لما سهرتني معاك؟ ممدوح بص حواليه بقلق وقال له: وطي صوتك يا عم، مراتي تسمعك. ايوه طبعا فاكر يا سيدي، ايه عايز تكررها تاني؟ كارم رد عليه بلهفة: هو انا عملت ايه ساعتها؟ ممدوح ضحك وقال بصوت واطي: ده انت قلبت الدنيا. كارم رد عليه بصدمة وقال له: قصدك ايه؟ يا عم بهزر معاك، ما تقلقش، محدش لمسك. رد عليه وقال له: ده مش وقت هزار يا ممدوح، بالله عليك قول لي انا عملت ايه بالظبط. رد عليه وقال له: مالك يا عم النهارده؟ والله ما عملت حاجه، انت يا دوب اخدت البرشامه وما استحملتش ووقعت مني. قعدت افوقك يجي ساعه، وبعد ما فقت كنت فاصل برضه وروحتك على طول. طب ما تعرفش واحده اسمها أمنية؟ ممدوح اتوتر وقال له: يا عم وطي صوتك، لا معرفش حد بالاسم ده. كارم مشي من عند ممدوح وهو حيران وتايه. ممدوح عمره ما كان صاحبه، والمرة الوحيدة اللي خرج معاه فيها حصل كل ده. يا ترى ممدوح صادق فعلا في كلامه، ولا بيخبي على كارم عشان ما يفتحش على نفسه أبواب كتير ممكن تخرب له حياته؟ ما كانش قدام كارم غير حل واحد، وهو انه يروح تاني عند بيت أمنية دي ويحاول يدور على الست اللي شافها على السلم المرة اللي فاتت، ويعرف منها أصل وتفاصيل الحكاية. وبالفعل وصل هناك، خبط تاني على شقة أمنية دي، بس برضه محدش فتح. ما كانش عارف هيوصل للست دي ازاي. هو المرة اللي فاتت قابلها على السلم، وللأسف ما يعرفش هي ساكنة في أنهي شقة. طب يعمل ايه؟ يخبط على كل الشقق ويدور عليها؟ حتى لو خبط هيقول عايز مين؟ ده حتى ما يعرفش اسمها. وهو بيفكر سمع صوت خطوات طلع على السلم. اتمنى تكون هي، بس للأسف ما كانتش هي. كان راجل طويل وعريض وشراني. كارم قرر يسأله، ما كانش قدامه حل تاني. سأله وقال له: لو سمحت يا أستاذ، أنا كنت بسأل على واحدة ساكنة هنا، بس للأسف مش عارف ساكنة في أنهي شقة بالظبط. الراجل بص لكارم بشك وقال له: اسمها ايه طيب؟ لا معرفش اسمها للأسف، بس هي طويلة كده وبيضة. نعم يا اخويا، انت شكلك كده يا مجنون يا شمال، انا في الحالتين مش هسيبك يا ابن كارم سمع الشتايم وخدها جري على السلم. مشي كارم وهو مكسور الخاطر، كل الطرق اتقفلت في وشه، حتى إلهام قفلت تليفونها وقطعت أي وسيلة للتواصل معاه. عدى يومين والوضع زي ما هو. كارم مش بيقرب نهائي من أنس،
مش قادر يقتنع ان ابنه بالرغم من الشبه الكبير اللي ما بينهم. أنس بدأ يتعود على البيت وعلى أم كارم لدرجة انه اتعلق بيها جدا، وهي كمان اتعلقت بيه وحبته كأنه حفيدها فعلا. أما إلهام وهي في بيت أحمد أعصابها كانت تعبانة جدا، بالرغم من تعاطف أحمد معاها بس برضه حاسة إنها متقيدة، عمرها ما هتكون صاحبة بيت. حتى بناتها ما كانوش مرتاحين وبيسألوا عن أبوهم يوميا. أحمد نده على إلهام وقال لها: فكرتي في قرار الطلاق كويس يا إلهام؟ ده طلاق مش لعبة. ردت إلهام بانهيار وقالت له: انت لسه بتسأل بعد كل اللي حصل ده؟ انا بستشيرك قبل ما اتصل بكارم ونخلص الموضوع، ولازم تفهم ان وضع المطلقة ده هيحتاج معاملة خاصة. الكلام نزل على إلهام كأنه سهام حادة. هي عارفة ان راحتها مش عند احمد نهائي، بس برضه هي مصممة على رأيها. هتتطلق يعني هتتطلق، مش يمكن الدنيا تضحك لها بعد كده. بصت لأحمد بعنده وقالت له: هتطلق يا أحمد، وده آخر كلام عندي. وبالفعل تم الطلاق. كارم كان متدمر نفسيا الفترة دي. إلهام ما كانتش مجرد زوجة بالنسبة ليه، دي كانت حلم حياته، حبه الأول والأخير. كتير والدته حذرته من الجوازة دي، أصل كان واضح قوي إن إلهام مش بتقبل كارم، واتجوزته مخصوص عشان تهرب من أخوها وتحكماته. بس كارم المسكين ما كانش مهتم بكل ده، كان شايف إن مع مرور الوقت هيقدر يزرع حبه في قلبها. أصل الست عايزة إيه غير راجل يحبها ويحتويها، وده طبعا من وجهة نظره هو. لكن إلهام زيها زي ستات كتير، كانت محتاجة تشبع رغباتها المادية، أو على الأقل تكفي احتياجاتها واحتياجات بناتها اللي بيكبروا كل يوم قدام عينيها. وفلوس محل البقالة بتاع كارم كان يدوب بيكفيهم بالعافية، مع إن في محلات كتير في نفس مجاله وبيكسبوا كويس، بس تقريبا ده كان بيرجع للشخص نفسه. أم كارم كانت حزينة قوي على ابنها، قربت منه وقالت له: حاول تاني يا كارم مع مراتك، حاول عشان بناتك يتربوا في حضنك يا ابني. رد عليها بانكسار وقال لها: أحاول إيه بقى، ما خلاص إلهام ما صدقت يا أمي، باعت كل حاجة في ثانية. ردت وقالت له: طب اعمل التحليل ده في مكان تاني، مش انت واثق يا ابني ان الواد ده مش ابنك؟ كارم افتكر تاني الليلة اياها وهو برضه مش متأكد من براءته، مع ان ربنا عالم بنيته واخلاقه، وايه اللي يخليه اصلا يعمل التحليل تاني؟ ما خلاص إلهام كسرته، اول واحدة داست عليه وفرمته، هو حقيقي اتصدم فيها صدمة عمره. فاق من شروده وقال لوالدته: خلاص بقى يا أمي، اللي حصل حصل، أنا هربي الولد ده، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ردت والدته وقالت له: عارف يا كارم، أنا تعلقت بالولد ده جدا، حنيته بتلمس قلبي، بتفكرني بيك وانت صغير يا ابني. فعلا أنس كان حنين جدا، كان كل يوم يهون على كارم بنظرة أو بضحكة. كان طفل غريب جدا، كان هادي زيادة عن اللزوم ومطيع لأقصى درجة. وعدت الشهور وكارم ارتبط بأنس جدا جدا. إلهام بقى كانت بتعد أيام عدتها بفارغ الصبر، لأن أحمد كان خانقها ومنعها من كل حاجة، ده حتى مكالماتها التليفونية كان بيراقبها فيها. وفي يوم جه ضيف عند أحمد وهو مش غريب عنهم، ده أشرف ابن عمتهم، وكان عايش برا مصر بقاله فترة. بعد ما مشي من عندهم دخل أحمد الأوضة عند إلهام وقال لها: أشرف عايز يتجوزك، إيه رأيك؟ إلهام كانت متوترة جدا وردت عليه من غير تفكير: لو هياخدني ببناتي موافقة. رد أحمد عليها وقال لها: هو فعلا عايزك ببناتك، مش هيطلق مراته، انت عارفة طبعا انه مش بيخلف، وهو نفسه في حتة عيل يورث اللي عنده. ردت إلهام بثقة وقالت له: خلاص موافقة. أحمد قال لها: وكارم يا هانم هتعملي مع ايه؟ هيوافق ان بناته يسافروا الكويت ويتربوا بعيد عنه؟ ردت إلهام بخبث وقالت له: ما هو مش هيعرف غير بعد ما نسافر ويبقى يوريني شطارته، وبعدين ما هو جاب الواد، عايز مننا ايه بقى؟ خليه يشبع بيه. أحمد سكت شوية وبعدها قال لها: انت حرة، انا مالي. إلهام قالت بينها وبين نفسها:
طبعا انت مالك، ده انت لو عليك تتمنى اننا نمشي النهاردة قبل بكرة. وبالفعل تمت الجوازة في سرية تامة، وأحلام وبناتها سافروا، وأحمد كمان عزل من بيته قبل سفرهم بيوم عشان يريح نفسه ومن أي حوارات ممكن تسبب له مشاكل. وفي اليوم المعتاد، يوم زيارة كارم لبناته، كانت الصدمة بالنسبة لكارم لما لقى مفيش حد موجود خالص وكلهم اختفوا، والجيران قالوا له انهم عزلوا. كارم كان هيتجنن، يعني ايه يعزلوا فجأة؟ وليه اصلا يعزلوا؟ حس ان في مكيدة متدبرة. واستنوني في الجزء التاني عشان نعرف ايه اللي حصل.